اهلا بيكم في الليسن الثالث من بيت سيرش كراش كورس. قبل ما تبدا هتلاقي في الديسكربشن شرح كل المصطلحات اللي مهم تكون عارفها عشان الليسن ده يبقى سهل عليك. ويلا بينا نبدا. اتكلمنا في التو ليسنز اللي فاتوا عن الخمس مراحل الاساسيه اللي انت كادفرتايزر بتعدي عليهم وانت بتبدا الكامبين، الاد جروب، الكيوردز والاد والبدايه. واخر حاجه وصلنا ليها ان انت كادفرتايزر جهزت كل حاجه في الكامبين ومستني بس اليوزر يعمل سيرش. لو وصلت لهنا فالسيستم بيبدا المرحله اللي بعدها وهي الابروفل والاليجيبيليتي تشيك، ودي الخطوه اللي بيتم فيها فحص اوراق اعتماد دخولك المزاد. بمعنى تاني التاكد من ان الكامبين بكل جزء من مكوناتها مفيش اي حاجه فيها تمنع من ظهورك على السيرش تيرم ده، ولو ده حصل فبتبدا المرحله اللي بعدها وهي التارجتنج كيورد. التارجتنج كيورد هي الكيورد المتسببه في ظهورك من بين كل الليست اللي انت محددها. عند النقطه دي بتبقى انت كادفرتايزر جهزت كل حاجه للكامبين زي ما اتفقنا ومستني خلاص اليوزر يعمل سيرش عشان السيستم يبدا الماتشنج تايب، ودي اللي بيتم تحديدها في نفس وقت تحديد الكيورد واللي بيستخدمها السيستم عشان يبقى قادر يماتش ما بين الكيورد اللي انت محددها والسيرش تيرم اللي اليوزر بيستخدمه. يعني بالبلدي كده مع كل كيورد انت بتحددها بتقدر تحدد معاها ايه درجه التشابه المسموح بيها ما بين الكيورد اللي انت محددها والسيرش تيرم اللي اليوزر كتبه. وقبل ما تعرف ايه هي درجات التشابه المسموح بيها او انواع الماتشنج تايبس، مهم تعرف ما يسمى بالماتشنج بروسيس. مع دوسه انتر بيبدا السيستم في اختيار التريجرنج كيورد الاقرب واللي معمول لها ماتشنج تايب معين، بناء عليه بيتم اعتماد التشابه والسماح بالظهور. السماح بالظهور هنا مش معناه الظهور، لا، السماح بالظهور يعني احتماليه الظهور، وده لو قدرت تكسب او تتغلب المنافسين بتوعك. وده ياخدنا للنقطه اللي بعد كده، جمله تتغلب على المنافسين بتوعك، وده لان الجمله دي خداعه جدا، انك تقولها اسهل بكتير من انك تعملها. احنا بس عشان نمرنك على النقطه دي في الادفانسد انتراكتيف كورس احتاجنا نعمل اكتر من 30 اكتيفيتي عشان بس تبقى جاهز تلعب وقادر تفهم ازاي تكسب. ودلوقتي هنتكلم عن انواع الماتشنج تايبس وهم 7 انواع. اول نوع الاكزاكت ماتش، ودي تعريفها بالظبط يعني امر باعتماد التشابه اذا كانت كل الكلمات جوه الكيوردز بتاعتك بتتشابه في حروفها ومعانيها وتصريفاتها مع كل الكلمات الموجوده في السيرش تيرم، مع عدم وجود اي كلمه زياده غير متشابهه في اول او اخر او نص السيرش تيرم، يعني زيها بالظبط. تاني نوع هو البرود ماتش، وده تعريفه بالظبط يعني امر باعتماد التشابه اذا كانت اي كلمه جوه الكيورد بتاعتك بتتشابه في حروفها او معناها او تصريفاتها مع اي كلمه موجوده في السيرش تيرم بتاع اليوزر. ثالث نوع وهو النيجاتيف برود ماتش، ودي معناها امر بعدم التشابه اذا كانت اي كلمه جوه الكيورد بتاعتك بتتشابه في حروفها فقط مع اي كلمه موجوده في السيرش تيرم بتاع اليوزر، بالتحديد لو السيرش تيرم ده بيتكون من 16 كلمه او اقل. رابع نوع وهو الموديفايد برود ماتش، وده معناه امر باعتماد التشابه اذا كانت اي كلمه جوه الكيوردز بتاعتك بتتشابه في حروفها او معناها او تصريفاتها مع اي كلمه موجوده في السيرش تيرم، مع شرط وجود التشابه في الكلمه اللي محطوط قبلها علامه زائد او موجب. خامس نوع وهو الفريزمات، وده معناه امر باعتماديه التشابه اذا كانت كل الكلمات جوه الكيورد بتاعتك بتتشابه في حروفها او معناها او تصريفاتها مع كل كلمه موجوده في السيرش تيرم بتاع اليوزر، مع امكانيه وجود كلمه زايده غير متشابهه مع اي حاجه في الكيورد بتاعتك بس في اول او في اخر السيرش تيرم مش في النص. سادس نوع وهو النيجاتيف فريز ماتش، وده معناه امر بعدم التشابه اذا كانت كل الكلمات جوه الكيورد بتاعتك بتتشابه في حروفها فقط مع كل الكلمات الموجوده في السيرش تيرم بتاع اليوزر بنفس ترتيب الكلمات، مع امكانيه وجود كلمه زايده غير متشابهه مع اي حاجه في الكيورد بتاعتك بس برضه في اول او في اخر السيرش تيرم مش في النص. اخر نوع هو النيجاتيف اكزاكت ماتش، وده معناه امر بعدم اعتماد التشابه اذا كانت كل الكلمات جوه الكيورد بتاعتك بتتشابه في حروفها فقط مع كل كلمه موجوده في السيرش تيرم بتاع اليوزر بنفس ترتيب الكلمات بس مع عدم وجود اي كلمه زياده ولا في الاول ولا في اخر السيرش تيرم. الجزء اللي اتكلمنا فيه ده تقيل وبيلخبط جدا، عشان كده مهم تعيد الفيديو اكتر من مره لحد ما تتاكد انك استوعبته صح، عشان ده هيفرق جدا في فهمك للاجزاء اللي جايه.